السلام عليكم أصدقاء الكرة. هل ينجح منتخب المغرب في تحقيق فوز جديد والتأهل بقوة إلى الدور القادم؟ أم أن منتخب هايتي سيفاجئ الجميع في آخر مباراة له بالمجموعة؟ اليوم سنحلل مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026، ونتوقع النتيجة النهائية بعد تعادل المغرب مع البرازيل بنتيجة 1-1 ثم الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد. يدخل أسود الأطلس المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة كبيرة في حصد 3 نقاط جديدة من أجل إنهاء دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة. المنتخب المغربي يمتلك مجموعة رائعة من النجوم، أبرزهم أكرف حكيمي في الدفاع والهجوم، وإبراهيم دياز الذي يصنع الفارق بمهاراته وتمريراته الحاسمة، إضافة إلى الموهبة الصاعدة نيل الأيناوي والعديد من اللاعبين المميزين. أما منتخب هايتي فقد خسر أمام اسكتلندا ثم خسر أمام البرازيل وأصبح خارج المنافسة، لكنه سيحاول إنهاء مشاركته بصورة مشرفة وتحقيق أول نقطة له في البطولة. مفاتيح الفوز للمغرب: الاستحواذ على الكرة، سرعة حكيمي في الأطراف، مهارات براهيم دياز في صناعة الفرص، الضغط المبكر لتسجيل هدف سريع. مفاتيح هايتي: الدفاع المنظم، الهجمات المرتدة السريعة، استغلال أي أخطاء دفاعية للمغرب. توقعي الشخصي للمباراة: على الورق المغرب هو المرشح الأقوى للفوز بفضل جودة اللاعبين والخبرة الكبيرة التي يمتلكها الفريق، كما أن أسود الأطلس ما زالوا ينافسون على صدارة المجموعة، لذلك سيدخلون المباراة بكل قوة. التوقع النهائي: المغرب 3-0 هايتي، براهيم دياز يسجل هدفا، حكيمي يصنع هدفا، الصيباري قد يواصل التألق. والآن جاء دوركم، كم تتوقعون نتيجة مباراة المغرب ضد هايتي؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم جميع أخبار وتحليلات كأس العالم 2026. سلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو جديد.